هو أنا مش فاهمة إيه اللي جرى في عقلي، أنا كنت جايبة العلبة كلّها أعملها، عملت نُص كيس ليه بس؟ يالّا مش مشكلة، أصله طلع حلو جدًا، 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 وفكّرني بذكريات الطفولة الجميلة، وفكّرني بذكريات الكبار كمان، لإن أنا بصراحة باخطفهم من عيالي. تعالوا النهارده نعمل مش هنقول عليه جيلي كولا، لإن ده مش بطعم الكولا، هنقول عليه جيلي فراولة أو جيلي strawberry. هنعمله بطريقة سهلة جدًا، جدًا، جدًا وبسيطة، وهيبقى ملظلظ كده وبيبُظ في إيدِك ويبقى طعمه جميل ويفكّرِك بالذي كان. هيا بنا بقى نعمل جيلي الفراولة الخطير اللي بيفكّرنا بكل الذكريات الجميلة، شايفينه؟ فظيع، فظيع، فظيع. لأ، لأ، ما أنا لازم أقول لكم الطريقة، ما أنا لازم أقولها لكم، بس قبل ما أقول لكم الطريقة صلّوا على النبي في التعليقات. يالّا بينا بقى نعمل أسهل وأسرع جيلي كولا في التاريخ. أول حاجة هتجيبي حلة عادية، أنا باحب أستخدم أوي في الجيلي كولا أو في الجيلي عامةً باحب أستخدم الحلل الstainless. جبت العلبة ال3 ومش قايلة لكم جايبة علبة كبيرة عشان أعملها كلها، بس أقول إيه، قُلت أجرّب الأول في نُص كيس. جبت كيس حطيت كده نُصّه أو حطيت قُل أزيد من نُصّه بمعلقة كده أو بمعلقتين. طبعًا مش هنحط عليه المواصفات اللي محطوطة خالص على العلبة، العلبة الحاجات اللي محطوط عليها دي عشان خاطر تعملي الجيلي العادي اللي إحنا بناكله اللي بيبقى خفيف شوية، لكن ده عشان خاطر يبقى تقيل ويمسك جامد أوي كده، لازم تبقى المكونات أو نسبة الجيلي فيه أكتر من نسبة المَيّة. زي ما قُلت لكم أهو حطينا 3/4 الكيس أو أزيد من نُص كيس بمعلقتين، هتحطي عليهم ربع كوباية مَيّة، بالتقريب كده معلقتين مَيّة. ابدئي دوّبي هتحسي إن هو لسه تقيل معاكِ، نزّلي كمان معلقة وافضلي دوّبي لغاية ما الجيلاتين بطعم، لأن هو الجيلي ده عبارة عن جيلاتين بطعم الفراولة، لغاية ما يدوب كامل كده. وبعد كده هتبدئي تنزليه، بعد كده هتبدئي تدوبيه سوري تدوبيه جامد قوي لغاية ما تحسي ان هو خلاص داب. انا لازم اعمله لغاية ما احس ان هو داب جدا. بعد كده هطلعه على النار لمدة 5 دقايق او اقل من 5 دقايق هتلاقيه غلي. بس كان لازم اهم خطوة انك تدوبي الجيلي كويس جدا جدا. حطيته على النار زي ما قُلت لكم كده ما كمّلش 5 دقايق، وبعد كده سِبته يهدى. أي قالب سيليكون عندكم، القالب ده بيتباع ب20 جنيه تقريبًا. هتجيبوه تقدروا تعملوا بيه أشكال كمان كتيرة، وفيه أكتر من شكل، فيه نجوم وفيه قلوب وفيه الأشكال اللي بتحبوها. ابدئي نزّلي كده بالمعلقة واحدة، واحدة، ما تنسيش لازم تحطّي القالب السيليكون ده على حاجة تقدري تشيليها، صينية بقى تحطيها على صينية تقديم أو الصواني العادية أو طبق كبير عشان خاطر تقدري تشيليه، عشان طبعًا بعد ما تحطي فيه الجيلي ده مش هتقدري تشيليه، هتحسي إن هو بيقع منِّك. ويبقى سهل كمان إن أنتِ بعديها تحطيه في الفريزر، ما بياخدش معانا وقت خالص. أنا عايزة أقول لكم إن أنا حطيته في الفريزر ما كمّلش تِلت ساعة، حسيت إن هو هيجمد كده. قُلت لأ، لأ، كده هيجمد مش هيتحول لجيلي كولا، هيتحول لتلج. نزّلته التلاجة 5 دقايق يفُك كده حاجة بسيطة، ففَك لي كده بقى إيه زيادة عن اللزوم. بس عايزة أقول لكم وأنا باشيله كده مبسوطة أوي إن أنا عملت حاجة من الذكريات بتاع زمان، شايفينه كده جميل، جميل. ممكن أنا حطيت لو شُفتوا في أول الفيديو أنا حطيت عليه سُكّر عادي من الأبيض. ممكن أنتم بعد ما يخلص معاكم كده ترشّوا عليه شوية من حبّة من الجيلي كيس الجيلي نفسه. حلو جدًا تقدروا تعملوه بكل الأطعمة، موجود بطيخ وتوت وأناناس وكل حاجة، واعملوه في البيت. حاجات أنضف بدل من اللي إحنا بنشتريه وبندفع فيه فلوس قد كده. ما تنسونيش بدعوة حلوة، وما تنسوش تصلّوا على النبي وتدعوا لإخواتنا في فلسطين. مع السلامة، أنا آية فاروق.